ايفون اس اي نزل، بس ابل سميته ايفون 16 اي، واللي في الاعلان الرسمي قالت ان هو هيكون ب $600 على $500 في التسريبات. فلو بتفكر في الموبايل ده ففي 20 حاجه لازم تعرفها قبل ما تاخد الخطوه وتشتريه، ومنهم 11 عيب في الموبايل ده و9 مميزات. اهلا بيكم، معاكم ميدو. نبتدي بعيوب الموبايل. واول عيب في الموبايل ان هو ما فيهوش ماك سيف. فانت بقى لو عندك الكفرات بتاعت ابل والحاجات اللي كلها اللي بتدعم الماك سيف فانت مش هتستخدمها في الموبايل ده. والحقيقه ما عنديش فكره ليه ابل ما استخدمتش الماك سيف في الموبايل ده، بس المشكله الاكبر مش هنا. المشكله الاكبر في ان ايفون 16 اي هيكون بيدعم شحن لحد 7.5 واط، وايفون 16 العادي والبلس والبرو والبرو ماكس بيدعموا شحن لحد 25 واط. تاني عيب في الموبايل ان هو ما فيهوش الترا وايد باند شيب، فانت لو معاك الاير تاب مش هتعرف تستخدم ميزه فايند على الموبايل ده. تالت عيب في الموبايل ده واللي كان غريب جدا بالنسبه لي ان انت هتاخد في الايفون 16 اي اداء اقل عن الايفون 16 العادي وال16 برو ماكس. هتيجي تقول لي ازاي؟ ده الثلاث موبايلات بيدعموا الاي 18 بايونيك والرامات بتاعتهم 8 جيجا رام. اجي اقول لك صح تمام عندك حق، بس اللي انت ما تعرفوش ان الايفون 16 اي بيدعم 4 كور جي بي يو بس، انما ايفون 16 العادي بيكون ب5 كور جي بي يو، وايفون 16 برو ماكس بيكون ب6 كور جي بي يو. وده يا صديقي وصلنا ان الموبايل هيكون اداؤه اقل حوالي 20% عن فئه ال16 العادي وال16 برو ماكس. بس اللي عايز اعرفه شخصيا ازاي تجربه العاب التريبل اي اللي هتكون مثلا لعبه زي اساسنز كريد ميراج ازاي هتتلعب على الموبايل ده، وهل الموبايل ده هيقدر يستحملها ولا لا. رابع عيب بقى في الايفون 16 اي ان الموبايل هيكون بيدعم واي فاي 6، انما ايفون 16 العادي و16 برو ماكس الموبايل هيكون بيدعم واي فاي 7. ده حتى ابل ما حطتش واي فاي 6 اي واستخدمت مودم قديم من موبايلات قديمه. خامس عيب في الايفون 16 اي انك هتخسر كاميرتين عن الايفون 16 العادي، برغم ان انت هتاخد في الايفون 16 اي الكاميرا ال 48 ميجا بكسل. هتيجي تقول لي ما هو يا عم ميجا حاجه حلوه، ايه ما هي كاميرا 48 ميجا بكسل موجوده في الايفون 16 اي هي اللي موجوده في الايفون 16. اقول لك تمام، بس انت هتخسر سنسور شيفت ستابلايزيشن، ده السنسور اللي مسؤول عن تثبيت الفيديو وانت بتصور. تثبيت الفيديو هيكون في الكاميرا نفسها مش في السنسور زي الايفون 16 العادي وال16 برو ماكس. كمان الكاميرا بتاعت الايفون 16 اي هيكون فيها هايبرد فوكس بيكسلز، وده اللي مش موجود في الايفون 16 العادي، لان الايفون 16 العادي فيه فوكس بيكسلز 100%. ده حتى في شويه كلام على تويتر بسبب السنسور اللي موجود في الايفون 16 اي، وان حجم السنسور اللي موجود في الايفون 16 اي هو تلت السنسور اللي موجود في الايفون 16 برو ماكس، واكيد طبعا اصغر من الايفون 16 العادي. ده حتى انت جوه ابلكيشن الكاميرا هيبقى موجود عندك الزوم 2 اكس بس، وفي الايفون 16 والايفون 16 برو ماكس مفيش طبعا الكلام ده، انت بتتحكم في الزوم براحتك. وسادس عيب بقى في الموبايل ده ان الموبايل ده ب $600. تخيل $600 والشاشه بتاعته 60 هرتز، ودي حاجه مستحيله تبقى موجوده في فئه الاندرويد في موبايلات بنفس السعر ده. يا باشا نفس السعر ده كل موبايلات الاندرويد بتدعم 120 هرتز. وهيجي حد فيكم يقول لي طب ما الايفون 16 العادي 60 هرتز برضه، تمام، بس التسريبات بتاعت الايفون 17 العادي كلها بتقول ان الشاشه بتاعته هتكون 120 هرتز، فاصبح انت بتتكلم في موبايل بعد كام شهر هيبقى بعيد قوي بسبب فكره ان الشاشه بتاعته 60 هرتز لسه. لا وكمان وهو محطوط في فئه سعريه عاليه اللي هي $600. ونروح لسابع عيب في الايفون 16 اي وهي كاميرا كنترول. زرار الكاميرا كنترول مش موجود في الفئه بتاعت الايفون 16 اي. الكاميرا كنترول اللي ابل اعلنت عنه كان ناس كتير عملت ضجه كبيره عليه، ومؤخرا ناس كتير بتقول هو مش قد الضجه اللي عملها، يعني في ناس كتير ما بتستخدموش، واغلب المستخدمين بتوعه بيقولوا احنا بنستخدمه بس في ان احنا نفتح ابلكيشن الكاميرا بسرعه. بس ايا كان دي برضو ميزه مش موجوده عشان تحط لي الموبايل بالسعر ده. تامن عيب في الايفون 16 اي وهي الشاشه او حواف الشاشه. حواف الشاشه في الايفون 16 اي اكبر شويه من حواف الشاشه اللي موجوده في الايفون 16 العادي. كمان البرايتنس في الايفون 16 اي في محتوى الاتش دي ار بيوصل لحد 1200 نتس، وده نفس الرقم اللي موجود في الايفون 14. انما ايفون 16 في محتوى الاتش دي ار بيوصل لحد 1600 نتس، والمحتوى العادي لحد 2000 نتس، والايفون 16 اي بيوصل لحد 800 نتس. مستوعب يعني ايه 800 نتس؟ مستوعب يعني ايه موبايل ب $600 انت بتاخد 800 نتس في الجو الطبيعي؟ وكل ارقام الشاشه بتاعت الايفون 16 اي هي نفس الارقام بتاعت الايفون 14. ده يعرفك ان الشاشه بتاعت الايفون هنا هي اللي محطوطه في الايفون 14. وده كمان يوصلنا للعيب التاسع، وهي ان الموبايل ده ما فيهوش الدايناميك ايلاند اللي موجوده في الايفون 16، وموجود النوتش اللي موجوده في الايفون 14 محطوطه في الموبايل ده. وعاشر عيب للايفون 16 اي وهي الالوان. استغربت جدا من الاعلان ان الالوان الموبايل ملوش الوان تقريبا، يعني هو الابيض والاسود بس، على عكس الايفون 16 العادي اللي الوانه جامده جدا. فهيبقى عندك
اختيارات كتير وانت بتشتري الموبايل، وكل واحد يختار على حسب ذوقه. وبمناسبه الالوان احب اقول لك معلومه انت ممكن تكون مش عارفها. ابل وقفت اصدار الايفون 14 والايفون اس اي 3. ده معناه ان خلاص ما بقاش فيه فكره ان انا يبقى عندي موبايل باللون الاحمر. وكان الايفون باللون الاحمر ده اصلا كانت شراكه مع شركه اسمها ريد فاونديشن، وده معناه ان كان في اجزاء من الارباح لما الموبايل الاحمر ده بيتباع بتروح لشركه ريد فاونديشن. بس انا الحقيقه مش عارف الشراكه دي لسه شغاله ولا ماتت، وهل في المستقبل ممكن نشوف بقى ايفون باللون الاحمر تاني ولا لا. والعيب ال11 في الموبايل ده اللي انا عمال اتكلم عليه طول الفيديو، وهو سعره $600 دول. انت ممكن تقدر تروح تشتري ايفون 15 برو، لان في المتوسط الايفون ده بيتباع دلوقتي بحوالي $690. انت مستوعب يعني فرق $90 بين ده وده؟ وانت هتاخد في المقابل حاجات كتير جدا. هتاخد كاميرتين زياده مع شاشه 120 هرتز، هتاخد برايتنس بيوصل لحد 2000 نيتس بدل 800، هتاخد دايناميك ايلاند بدل نوتش، هتاخد ماك سيف. فوق كل ده الموبايل برضه هيكون بيدعم ابل انتليجنس. فانا الحقيقه مش عارف السعر ده اتسعر على اساس ايه. فصصنا الموبايل عقدتك منه. تعالى نتكلم في الحلو بقى. اول حاجه في مميزات الايفون 16 اي وهي البطاريه هنا هتقعد 26 ساعه فيديو بلاي باك، وده رقم اكبر من الايفون 16 العادي اللي كان بيقعد البطاريه بتاعته 22 ساعه فيديو بلاي باك بس. وهنا السبب ده راجع للمودم اللي ابل حطيته جديد في التليفون بتاعها بتاع ال 5G اللي هي بتلقب عليه C1. والمودم ده اكتر كفاءه وتوفيرا للطاقه عن المودم اللي هي كانت بتستخدمه من شركه كوالكوم قبل كده. بس دي حاجه حلوه والله، دي حاجه تعرفنا ان موبايلات ابل بعد كده هيبقى البطاريه بتاعتها اكبر شويه. تاني ميزه في الايفون 16 اي انك هتاخد رامات 8 جيجا، والرقم ده بضعف عن الايفون اس اي 3. هو طبعا 8 جيجا رام مش الرقم الاكبر، بس اكيد احسن من ال4 وال6 جيجا رام. تالت ميزه في الايفون 16 اي وهي المساحه بتاعته هنا بتبتدي من 128، على عكس الايفون اس اي 3 المساحه بتاعته كانت بتبتدي ب 64 جيجا. وده ممكن يكون سبب من الاسباب اللي مخليه ابل تجلي سعر الموبايل ده شويه، الله اعلم. ورابع ميزه في الايفون ده انك هتاخد ابل انتليجنس. الموبايل هيدعم كل مميزات ابل انتليجنس، حتى سيري هتتفاعل مع الكاميرا بتاعه تليفونك وتقول لك ايه المنتجات اللي موجوده قدامك وتقول لك التفاصيل بتاعتها. ناس كتير ما استخدمتش ابل انتليجنس، وناس كتير بتقول ان هو مش جامد قوي وان بتاع سامسونج احلى والقصص دي كلها، بس في الاول في الاخر انا بكلمك في موبايل هيدعمه. يعني اكيد في المستقبل هيحصل تحسينات على ابل انتليجنس. خامس ميزه في الايفون 16 اي وهي الكاميرا اللي قدام في الايفون 16 اي والايفون 16 العادي والايفون 16 برو ماكس بيكونوا 12 ميجا بكسل بس. وكمان الكاميرا دي تتفوق عن الايفون اس اي 3 لانها موجود فيها اوتو فوكس، كان الاوتو فوكس مش موجود في الايفون اس اي 3. الميزه اللي بتخليك تتعامل على برنامج الاي مسج عن طريق الاقمار الصناعيه حتى لو تليفونك ما فيهوش شبكه، تخليك بقى لو انت مسافر او في مكان بعيد ولا حاجه انك تطمن قرايبك. هي ميزه كده للطوارئ. وطبعا ما دام بيدعم الميزه دي اكيد بيدعم ميزه فايند ماي، الميزه اللي بتفيدك لو موبايلك ضاع بتقدر تشوفه هو فين بالظبط عن طريق الاقمار الصناعيه، ده لو طبعا تليفونك لسه فيه بطاريه او فيه شحن. وسابع ميزه في الايفون 16 اي وهو سوكت الشحن التايب سي. خلاص كده رسميا ما بقاش فيه اي منتج ابل تصنعه جديد بيدعم سوكت اللايتنينج القديم، ودلوقتي خلاص تقدر تشحن كل المنتجات بتاعت ابل بكابل واحد هو الكابل التايب سي. مشكله قعدنا سنين نعاني منها مع ابل واخيرا اتحل. والميزه الثامنه والاخيره في مميزات الايفون 16 اي وهو انه زي باقي العيله بتاعت الايفون 16 هينزل تحت الميه في عمق 6 متر لمده 30 دقيقه، على عكس الايفون اس اي 3 اللي كان بينزل تحت متر واحد بس. بص، هي ابل قادره تحطم اي حاجه بتعملها جديده بجشعها في الاسعار. التسريبات كلها كانت بتقول ان الموبايل ده هيكون ب $500، واحنا $500 ده كان بالنسبه لنا يعني ممكن نمشيها. لما تيجي تنزل لي الموبايل بامكانيات زي كده ب $600 يا باشا هزود $90 واروح اجيب الايفون 15 برو اللي زي ما قلت لكم هتاخد في المقابل حاجات كتير جدا، الشاشه ال 120 والدايناميك ايلاند والكاميرا كنترول والكاميرات الزياده، بلس ان الموبايل هيكون من تيتانيوم مش الالومنيوم، يعني ماسكه الموبايل هتكون افخم واحسن. في النهايه انا كنت من الناس اللي بدعم اول موبايل ده في التسريبات، وكنت ناوي اشتريه لنفسي اصلا حاجه شخصيه، بس حرفيا من بعد ما شفت $600 وانا تراجعت عن القرار خالص. ممكن بقى الموبايل ده موجه للناس مثلا اللي معاه اوريدي اصلا ايفون مثلا 16 برو ماكس وعايزه تشتري ايفون بدل ما تشيل التليفون التاني مثلا بتاع اندرويد والقصه دي، فممكن موبايل زي ده بيدعم ابل انتليجنس، المعالج بتاعه الاي 18 فيه مميزات حلوه، مش هتاخد الاداء الروعه من الموبايل، انت كده كده هو موبايلك التاني فمش هتفرق معاك، انما موبايلك الاساسي فانت هتخسر مميزات كتير موجوده في الايفون 15 برو. ما تنساش بقى تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. الجمال بتاعك يا صديقي، سلام.